ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الكلام التعليق على وصية أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى لابنيه، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا وابذلا دونه أرواحكما، فكيف بدنياكما؟ فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ابتدأ الباجي عليه رحمة الله بذكر وصية أو بعض وصايا من سبقه. ابتدأ بوصية نبي الله وخليله إبراهيم ومن ذريته يعقوب، وهذا مما ينبغي أن يفعله المؤمن، وهو أنه يعتمد في كلامه وفيما يوصي به غيره على من سبقه من أهل الفضل والخير، وأولى الناس بمعرفة الحق الأنبياء والمرسلين. قال: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، هذه في قول الله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، كلاهما أوصى بهذه الكلمة. إن الله اصطفى لكم الدين، معنى اختاره لكما، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حرصا على التمسك بالحق واستمرا عليه واثبتا عليه حتى تموت. والإنسان لا يملك لنفسه المستقبل لأنه لا يعلم، لكن إذا كان كلما خرج عن الحق رجع إليه، كلما أذنب عجل بالتوبة وراقب نفسه، فإن هذا إن شاء الله ستكون عاقبته خيرا وسيموت على الحق وعلى الإسلام. كلما خالف أناب، كلما أذنب تاب، كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان لا يملك مستقبلا، ولكنه إذا ثبت وكان كلما عصى تاب، كلما أذنب أناب، هذا يموت على الخير، لأن المرء يموت على ما عاش عليه. هذه سنة الله في خلقه، المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. يعيش على أو يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال لهما أيضا: وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه.
أرأيتم الترتيب؟ بدأ بوصية الأنبياء ثم ثنى بوصية من دون الأنبياء. هذا هو الإنسان، لا ينبغي له أن يؤثر كلام الناس العاديين على كلام المرسلين وعلى كلام الأنبياء. هذا ترتيب علمي، لأن الأنبياء عرفوا بالله وعرفوا بالحق من غيرهم، فينبغي أن تبتدئ بالأعلى فالأعلى. فابتدأ بكلام ووصية إبراهيم ويعقوب، ثم ثنى بوصية من؟ لقمان. لا بأس أن نقف عند لقمان. ما هي وصية لقمان؟ وصية لقمان مذكورة في سورة لقمان، ألف لام ميم، كآية في الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، سورة لقمان وصية فيها. طيب، لا بأس أن نتحدث شيئا عن لقمان. لقمان رجل حكيم، اختلف العلماء فيه، قال بعضهم إنه نبي وقال بعضهم إنه حكيم. وظاهر صنيع مالك رحمه الله في موطئه، لأن مالك عليه رحمة الله أورد في موطئه يعني في موضعين منه من كتابه الجامع، أورد بعض حكم لقمان وقال لقمان الحكيم. فيظهر من هذا أن المدينة كان علماؤها والساكنون بها يعرفون لقمان بأنه حكيم وليس نبيا. وقد أورد مالك بعض وصايا لقمان وبعض حكمه في موطئه، أوردها بلاغا. إذن هو كما قلنا رجل حكيم معناه. وهذا يؤخذ من قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فذكره الله تعالى بالحكمة. الحكمة ما هي؟ الحكمة قد تكون أنه هي النبوة. الحكمة في القرآن هي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة. أهل العلم يقولون بأن الحكمة العلم النافع، ذكرناها في المجلس السابق. الحكمة هي العلم النافع والعمل على وفق هذا العلم ومراعاة الحال. فإذا أعطى الله الإنسان العلم النافع والعمل وفقه إلى العمل على وفق العلم، مع مراعاة الحال، هذا حكيم. عموم الحكمة في القرآن يعني قد يراد بها النبوة وقد يراد بها السنة، في قول الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، في أكثر من موضع في القرآن. هذه يراد بها السنة. كيف السنة؟ لأن السنة هي التي تبين القرآن، وهي ترجمة عملية لأحكام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، من قرأ سيرته رآه كذلك، لأن مواقفه من الصغير ليست هي مواقفه من الكبير، مواقفه من المؤمن ليست هي موقفه من الكافر، وهكذا. فمراعاة الحال موجودة في السيرة، ولذلك نحن محتاجون إلى أن نتدارس السيرة. ولهذا السيرة، السنة هي الحكمة. السنة هي الحكمة لأنها بيان للقرآن، توجيه له، تطبيق له. لكن إذا قلنا بأن لقمان عليه السلام لم يكن نبيا، فمعنى ذلك الحكمة هو تابع لنبي من الأنبياء. وقد قيل إنه كان في زمان داوود عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن أحكام الله يأخذها من داوود، ثم آتاه الله الحكمة، ألهمه الحكمة. أن الأحكام هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذه لا بد فيها من الوحي. وغير الأنبياء لا يوحى إليه، ولكنهم يلهمون الخير والسداد. ولهذا قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نظم في هذا العصر مطلق الحكيم على من؟ الحكيم على من يطلقه؟ هذا اصطلاح، يقول الحكيم الطبيب. هذا اصطلاح يطلقوه على الطبيب، يقول الحكيم الطبيب في بعض الأحيان. هذا اصطلاح، ماهوش مقصود به الحكمة اللي هي مقصودة في
الشرعي، معناه في ميدانه يعرف، في ميدانه يعني هو خبير بميدانه. ولكن الحكمة هناك، الحكمة المقصود بها يعني العلم النافع والعمل الصالح على وفقه ومراعاة الحال. ومراعاة الحال لأن الأمور تختلف بحسب الأوضاع كما قلنا في السيرة، وهو التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. إذن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. نرجع إلى لقمان عليه السلام كما قلنا فإنه كان حكيما، ويقال بأنه كان بأرض النوبة. يقال هذا أرض النوبة وهي موجودة بين السودان وبين مصر اليوم، هذه أرض النوبة. ومنها الفقيه المعروف الذي كان في عهد مالك رحمه الله، كان من أرض النوبة، وكان قرين مالك، وكان في مستواه العلمي، وبعض العلماء قال بأنه كان أعلم منه. إذن هذا لقمان عليه السلام. طيب انظروا إلى الآية، لا بأس، لأن قال وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنيه ولديه ابناه. طيب وش قال ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يذكر وصية لقمان لابنه؟ قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. معناه كان أهلا بأن ينصح ابنه، ولذلك اللي يبغي يعلم ولده، من أراد أن يعلم ابنه ماذا عليه؟ عليه أن يتعلم. وإحنا رانا نبذل جهدا في التعلم كي ننفع أولادنا، كثير منا ولا يعرف، الكثير منا هو أحوج إلى أن يتعلم، ربما ولده في بعض الأحيان يعرف خيرا منه، وبعضنا ربما يريد أن يحمل ولده على نحلته وعلى ما يراه. مش كده؟ لأن ربنا قبل أن يبين نصيحة لقمان لابنه مدحه وأثنى عليه وأعطاه الحكمة وألهمه. ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا مسلك علمي قوي، وهو أن من أراد أن ينصح عليه أن يكون عارفا بما ينصح به، وحالنا ليس كذلك، لأن للوالد أثرا لا بد على المولود، حتى وإن تعددت وسائل التأثير الآن في العصر، لأن الوالد يستأثر بابنه على الأقل أو بولده عموما ذكر أو أنثى في مدة حياته الأولى 3 سنين أو 4، ثم بعد ذلك تدخل عناصر أخرى ومؤثرات أخرى، وفي هذا العصر قوية المدرسة والشارع والرفقاء، والآن جاءت هذه الوسائل الحديثة. وما تظنوش هذه الوسائل الحديثة الآن راهي مقتصرة غير على الكبار اللي يوصلوا 8 سنين و9. حدثني أحد الناس طلق امرأته أو اختلف معها من أجل ماذا؟ كانت تريد أن تسكت ابنها، فماذا تصنع له؟ تعطيه جهازها في الأوقات التي تكون مشغولة، وتعطيه اللعبة هنايا وهو ملعب. والله أمس كان يحدث لي، قال لي اختلفت معها واستفتاني، قال لي ماذا أصنع؟ قال لي هذا يأثر عليه، وبالفعل يؤثر على أخلاقه، لأنه يربطه بجهاز وهو ابن 2 عامين، وزيادة على هذا ربما يؤثر على عقله وعلى جسده، لأن هناك أشعة تنبعث منه وقد ثبت تأثيرها على الإنسان. قلت بأن الوالد حتى وإن تعددت وسائل التأثير في هذا العصر، فإن الوالد والوالدة ما زال تأثيرهما قائما، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، وشنو؟ قال الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء، معناه نائلين إلى الحق، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. شو معنى اجتالتهم؟ أخرجتهم عن دينهم. شو يعني؟ اجتالتهم عن دينهم. لكن الشيطان متى يكون له تأثير على الإنسان؟ أو في وقت شوية، مش كما يكون في السنوات الأولى. السنوات الأولى يكون صفحة بيضاء، التأثير يكون في الغالب من محيطه قريب، ثم بعد ذلك تأتي عناصر أخرى. هذا الحديث أشار إليها. قصدي أن لقمان قبل أن يبين الله سبحانه وتعالى نصيحته لولده ماذا ذكر؟ مدحه بأنه آتاه الحكمة. يا من تريد أن تربي ابنك أو بنتك، تعلم أنت، تحصن، اكتسب العلم النافع. وهذا العلم النافع اللي تكتسبه مش كثير، حلقات العلم موجودة، احضر، تأخذ مبادئ الشرع
ثم يمكنك أن تنفع ابنك. أما أنك كما يقولوا عندنا العامة أعمى ما يقود أعمى، وهذا ليس ذنبا للأعمى. هذا الأعمى إذا كان عمي بصره هذا ليس معنى ذلك أن بصيرته أيضا عمياء. فتعلم لكي تعلم، لكي تربي. أنت تريد أن يكون ابنك صالحا ولا لا؟ من منا لا يريد أن يكون ابنه صالحا؟ والله حتى الفاسد يبغي أن يكون صالح، وإن كنا نختلف في معنى الصلاح. ربما هو صالح بمعنى يكون قاضي، يكون موظف، يكون في مرتبة عالية، هذا صلاحه، يكون يدخل دراهم، يكون شاطر. المهم نحن متفقون على أننا نريد أن يكون أبناؤنا صالحين. كيف يكونون صالحين؟ أنت المؤثر الأول فيه. تعلم، أصلح نفسك، يكون إصلاحك لنفسك من أسباب صلاح ولدك. تعلم، هذا هو الذي ينفع. هذا وجه كون ربنا عز وجل ذكر في البداية كأنه آتى لقمان الحكمة. طيب، نشكر لله. هذه العلماء يقولوا بأن هذه أن تفسيرية. أن تفسيرية معناها تفسر لنا هذه الحكمة التي أعطاها الله إياه. ماذا تقتضي الحكمة؟ الحكمة ماذا تقتضي؟ أنت عالم تعرف سيد الشرع، ثم بعد ذلك عملت به. إذا عملت به خلاص راك أديت ما عليك. لكن أول ما تقتضيه هذه الحكمة التي آتاك الله إياها أن تشكره، أن تسخر ما أعطاك الله في مرضاته. ولقد آتينا لقمان الحكمة نقطتان، ما تفسيرها؟ أن نشكر لله. ثم بين الله سبحانه وتعالى بقوله هذا، وهو أن هذا الشكر إنما هو عائد عليك بتهذيب نفسك وتزكية قلبك واطمئنانك ونظرك الصائب إلى الحياة بمعرفة الهدف الذي خلقك ربك من أجله، ومعرفة أن هناك دارا أخرى تلقى فيها جزاءك، وأنك إن ضاع نصيبك في الدنيا فلن يضيع نصيبك هناك. هذا قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أما ربك الذي هو المنعم عليك فشكرك له ليس نافعا له، وكفرانك له ليس ضارا له. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن عباده، غني حميد. إن كفرته أنت فقد حمده غيره. ثم هو يحمد لعباده أعمالهم فيثيبهم عليها. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله. بعد هذا جاءت نصيحة لقمان لابنه. هذه النصيحة جمعت معالم الدين الثلاثة التي لا بد أن تجتمع في المسلم لكي يصلح ولكي يزكو ولكي ينتفع بحياته. ما هي المعالم الثلاثة اللي تعرفوها؟ الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان ما هو؟ الإيمان عمل قلبي، والإسلام عمل ظاهر، والإحسان الأخلاق والإتقان. هذا كلها في وصية لقمان، وإن جاءت مقسمة موزعة. تقرأوها تحفظوها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يعني إثمان، يأمره أو ينهاه مع التخويف. والولد يعني في سن معين يكون أهلا لأن يوعظ وأن يخوف، وفي وقت دون هذا ماذا؟ يعني لا يفهم معنى التخويف، ربما يفهم معنى الترغيب، ثم يتدرج في هذه المعاني. واضح كيف؟ إذن الولد يصل. إحنا عندنا الولد كي يكون صغير الناس يخوفوه. باش يخوفوه؟ بالغول. اللي يخوفه يقول له حرز روحك بالغول. الغول كاع ما كاينش. واضح؟
يعني الولد يصل إلى سن معين يخوف. قال هذه المسألة ضارة، هذا معنى التخويف، هذه ضارة وهذه نافعة، إن فعلت كذا كان أثرها كذا، وإن فعلت كذا كانت نتيجة كذا. هذه ولكن هذه في سن شوية متقدمة. أما الصغير لا، الصغير هذه في السنين الأولى هذا ترغيب، كما راكم يديروا الآن مع الصغار في تكريمهم ونحو ذلك في السنين الأولى. أما من بعد ولد يفهم. قيل بأن ابن لقمان كان مشركا، قيل إن ابنها كان مشركا. أهل العلم يقولون بأن لما قالوا لا تشرك بالله هذا ينهى عن الشرك. الموحد صحيح محتاج إلى أن تذكره بأنه لا يشرك بالله، بس في الحقيقة في الأصل أنك إذا قلت لشخص لا تشرك بالله معنى ذلك أنه، وهذا ليس غريبا، مش شرط كون أبوه كان حكيما أنه يكون هو موحدا. أنتم تعرفون هذا في قصص الأنبياء وغيرهم. أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض الناس مساكين يعني لما قالوا لي وقال إبراهيم لأبيه آزر قالوا هذا ما شبه عمي، يا ناس قيلكم تعبوا شو قال هذا عمي. استبعدوا أن يكون أبوه، القرآن يقول به صحيح العم سمو الأب لكن هذا أبوه. طيب وماذا تقول في ابن نوح؟ ثاني يقول موجب له. وماذا تقول في امرأة لوط؟ وماذا تقول في امرأة نوح كما قلنا؟ وماذا تقول في امرأة فرعون؟ الحمد لله ربنا عز وجل رحمنا. كيف رحمنا؟ العقيدة أمر يتعلق بك أنت، حتى ولو كنت في جماعة فاسدة أنت باستطاعتك أن تحافظ على عقيدتك. حتى ولو كنت في محيط فاسد، المحيط الفاسد بإمكانك أن تستقل بشخصيتك فترتبط بربك ولا يضيرك المحيط. لأننا عندما نعرض على الله ونحاسب لا يحاسبنا حسابا جماعيا، لا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، كل إنسان يحاسبه ربه عن انفراده ويلقى جزاءه. إذا صلح محيطه الحمد لله، فالمحيط يعاونه على الخير وعلى البر وعلى التقوى. إذا فسد محيطه ينبغي له أن يجتهد في أن يستقل بعقيدته وبعمله الصالح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك كما قلت لكم بعض العلم قالوا كان ابنه مشرك. يا بني لا تشرك بالله. باش نبدأ بالساس، ما هو الأساس؟ التوحيد. والله ما حقها الإنسان في نفسه مكانه، لأنه القاعدة التي يبنى عليها البناء. تقيم قصرا فخما ضخما لكنك إذا لم توحد ربك أقمته على الرمال سرعان ما ينهار وربه. لهذا كان الأصل العقائد الحقة، توحيد ربي سبحانه وتعالى، سنتحدث عنه. وبعد ذلك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن بعد الشجر ووصينا الإنسان بوالديه، هذا يسميه العلماء جمل اعتراضية. وهذه أسلوب القرآن، يكون لك في موضوع بعد يروح لك الموضوع واحد آخر ما يخليك شوية ترتاح، من بعد يعاود يوليك. ووصينا الإنسان بوالديه. كأن هذه الجمل الاعتراضية تحث الإنسان اللي ينصحه ويتبعه، لأنه هو موصى أوصاه الله به، وأوصاه الله بإرضائه وببره ولا لا، وبين له ما بذل والداه في شأنه وما عاناه في صغره وإنفاقهما عليه، ولا سيما أمه في سنه الأولى. ولذا قال ووصينا الإنسان بوالديه. معنى هذا الوالد الذي ينصحه عليك أن تطيعه، لكن كما قلنا إذا كان يعرف أطلق يصحاب حاجة ليش مش خلشه ما يعرف. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم بين فضيلة أمه. حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، معناه رضاعه في عامين. زيد عليها شحال تزيد على عامين؟ عامين عندما تزيد عليها 9 شحال تكون؟ وفصاله في عامين، عامين 24 شهر، زيد 9 كم يجي؟ من شهر؟ 33 سنة لا؟ 33 سبحان الله. هذه قرأت بحثا قبل
45 سنة. ذكرتها الآن لبعض منظمات أممية، قالوا بأن أحسن الحمل هو ما كان مرتبطا بهذه المدة من القرآن من خلال بحثهم، وهو الفارق بين حمل وحمل، فذكروا هذه المدة. ذكرت هذا في وقت كانت بلادنا تجتهد في تنظيم الولادات، ربما بسنة يعني 77 78 كذا، يعني وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. وهنا قال وفصاله في عامين، يعني فطامه ورضاعه. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ذكر الله تعالى لأنه لا طاعة للوالد ولا لغيره في معصية الله، وخص بذلك التوحيد ومقابله الإشراك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم رجع السياق إلى ذكر وصية لقمان لابنه، رجع إلى ذكر وصية لقمان لابنه بعد أن صدرها بماذا؟ لا تشرك بالله، معناه وحيد الله. سيأتي لنا في وصية الباجي الكلام على التوحيد حيث أدخله في وصيته إن شاء الله. الأمر الثاني بعد هذا وش فيه؟ يا بني. أكم شوفوا الخطاب هذا اللين كم مرة كرر له يا بني، أعادها. علاش؟ أسلوب الخطاب الذي ينبغي أن يختاره الإنسان في نصح ولده ينبغي أن يكون لينا، ينبغي أن يصحبه الإشفاق، إبداء محبته له مع النصح له، لا ينبغي أن يكون غليظا ثقيلا فيه إكراه. لكن شوف كيف كرر يا بني بهذه الصيغة، وهو كما قلت لكم كان كبيرا لكنه استعمل التصغير. يا بني، يا ابني، قال يا بني أو يا بني، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كأنه بين له هذا قبل أن يبين له الأعمال التي ينبغي أن يعملها. بين له بأن عمله كيفما كان حجمه صغيرا أو كبيرا فإنه محصن ثابت عند الله عالم به يجزيه عليه. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذه الآية فيها رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن الله يعلم كليات ولا يعلم جزئيات. الفلسفة نقرها عندنا في مدارسنا، هي حرز الأساتذة تاعنا بارك الله فيهم اللي يعلموا الفلسفة، ما يدخلهمش غير يعلموا كل شيء، وعندما يعلموا حاجة ويلقاوا فيها شيء يمس العقيدة يبينوه. كثير من الفلاسفة يقولوا ربي، حتى المسلمون بعض الفلاسفة الإسلاميين يقولون بأن الله يعلم كليات ولا يعلم. قولوا لأن علمه إذا علم الجزئيات فإنه يتغير ويضطرب، وهذا باطل مردود. وهذه واحدة مما كفر بها بعض الفلاسفة، يقولون بقدم العالم ويقولون بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ويقولون بأن الأجساد لا تبعث من جديد ولا تحشر. وهذه الأمور الثلاثة التي كفر بها بعض الفلاسفة بطبيعة الحال. أنا ما نعلم على الفلاسفة كلهم، البعض منهم هذه الثلاثة مما كفروا به. دليل إن الله بكل شيء عليم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأحاط بكل شيء علما. فعلم الله أزلي وليس حادثا، أزلي، ومن صفات الله الذاتية الأزلية غير الطارئة. كيف قال هنا يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هنا كمل مع العقائد ومن بعد راح للأعمال. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة.
هذه أعمال ظاهرة، لا بد أن تسبقها تلك العقائد الحقة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف، وهذا أمر يتعداه إلى غيره. الإنسان المؤمن ما يكتفيش بالخير لنفسه، يوصله إلى غيره عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محيطه القريب ثم البعيد، وكل شخص بحسب قدرته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولما كان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجلب على الإنسان متاعب ومعارضات، يجلب عليه متاعب ومعارضات واعتراضات واتهامات. واش قالوا ربي؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. معنى هذه الأمور التي أمرتك بها هي من العزائم التي لا هوادة فيها، فلا بد أن تلتزمها. إن ذلك من عزم الأمور، من العزائم، لأن العزائم تقابل الرخص، الأمور السهلة المرخص فيها. إن ذلك من عزم الأمور. شوفوا هنا كمل، ذكر بالصلاة، وذكر الأمر بالمعروف، وذكر النهي عن المنكر. والأمر بالمعروف كل ما كان معروفا حقا، بغى صلاة، بغى زكاة، بغى صيام، بغى حج، بغى ستر العورة، بغى ترك الغيبة، سواء أوامر أو نواهي. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ومن بعد راح الأخلاق، وشوفوا الأخلاق يكثر فيها. بدأها بنهي عن احتقار الناس، ولا تصاعر خدك للناس. ولا تصاعر، الصعار هو مرض يصيب الإبل فيجعلها تلوي أعناقها بالرغم منها. فكذلك الإنسان يعني، وهذا ليس خصوص يعني كون الإنسان يلوي عنقه استكبارا والله ترفعا، بل كل ما كان فيه امتهان للناس واحتقار لهم فهذا دليل عليه. ولا تصاعر خدك للناس. والله مثلا يعني تنظر له واحد النظرة خزرة، عندنا الخزر أنا تنظر له، هذه كذلك منهي عنه. كل ما فيه احتقار للناس ينبغي أن يفعله الإنسان، هذه أخلاق. ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا متكبرا متجبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك فلا تسرعن فتذهب رزانتك ورصانتك، ولا تتهاون فترتخي وتسير كأنك تدب. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، لكن دبيب الشيخ مغلوب عليه. أما الإنسان فينبغي له أن يكون مشيه قصدا، لا هذا ولا هذا. واقصد في مشيك. ربي لما مدح المؤمنين مدحهم وعباد، سبحان الله، في سورة الفرقان ربنا عز وجل باش وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكرهم بعد العقائد الثانية، لكن باش نبدا في هذه السنة المشي هذاك الذي لا اختيال فيه ولا تجبر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يبدو لي والله أعلم أن هذا المشي الذي هو هون يناسب صفة الرحمن، لأن ذلك المشي الذي لا تجبر فيه ولا اختيال يناسب صفة الرحمة، فكأنه مناسب لها ومجانس. لأن من صفات الله ما ينبغي للمسلم أن يقتدي به. كان صفات ربي الإنسان يقتدي به. أو ربي رحمن فطعن الرحمن، هكذا رحيم بخلقه. هو رفيق كن رفيقا، هو حليم كن حليما، هو عفو كن عفوا. صفات الله تعالى منها ما هي صفات جلال ومنها ما هي صفات جمال. فصفات الجمال يؤتسى بها لربنا، كيف في الحديث الضعيف تخلقوا بأخلاق الله. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. راكم تشوفوا الصفات تاع الأخلاق شحال وقف عندها السياق كثير. الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق. كاين ناس مساكين ربي يبارك فيهم يصلوا مليح صلاة جماعية وكذا والأفكار مصلحة الأخلاق معاملة الناس. ليش؟ أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
وهذه الوصية تاع لقمان تضمنت كما رأيتم المعالم الثلاثة للدين. المعالم الثلاثة للدين. وهذه المعالم الثلاثة كما ذكرت في وصية لقمان مذكورة في سورة الفرقان. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بدأ بالأخلاق. بدأ الأخلاق. ويبين لكم المناسبة اللي بدأ بالأخلاق. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نوافل. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يخافوا من الآخرة ومآلها إنها ساءت مستقرا ومقاما. بعد جل الإنفاق الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان من ذلك قواما. من بعد عام ذكر التوحيد. مش معنى أن التوحيد متأخر. ذكرت لكم السبب ربما الذي من أجله قدمت الأخلاق في هذه الوصايا وفي هذه الصفات. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. معناه يتدبروا في القرآن مش مجرد الصورة مجرد الألفاظ. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم جاء إلى الدعاء الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن العجيب أن دعاءهم لأولادهم جاء في الختام بعد أن تحصلوا على هذه الصفات. إذا بغيت دعاءك يقبله الله تعالى لأولاده ماذا؟ أو أطيعه التزم شرعه. هناك يكون دعاؤك أنت لست ممنوعا من الدعاء قد يعطيك ربك لكن إذا أطعته كنت أقرب للإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني استجاب. ذكر الدعاء في الأخير يا رب يعطيني وليدات صالحين. هاكم صالحا التزم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تعلم العلم علم العلم وتعلم. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين زد واجعلنا للمتقين إماما. طلبوا الإمامة تاع الناس باش يقودوهم بعد في الأخير كم معناه يمشون على الرهونا ويقتصدوا في الإنفاق يصبروا على جهالة الجهلاء ويفعلون كيتا وكيتا ويتركون كيتا وكيتا ومن ثم عاد وجعلنا للمتقين إماما. بغيت تكون قائد في الخير التزم الحق قد تصل إلى هذا الذي تأمله فتكون مثالا يحتذى للناس لأن الإمام يحتذى نموذج. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذه الوصايا الثلاث هذه الأعلام الثلاثة والمعالم الثلاثة مذكورة ومذكورة أيضا في ليس البر. لكن اللي في ليس البر جاء الترتيب على الأصل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أنا الصور فقط وحدها الخالية من المعاني ومن المقاصد لا تنفعك. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة زين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر زين. كل يحفظ راح الآيات يقولوها الكتاب والنبيين وآت المال على حبه. هذه الإيمان ذكرها وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة والزكاة. وشوفوا سبحان الله هنا يأخر الزكاة اللي هي فريضة على العطاء المال النافلة لأن المال هذا اللي يعني مجتمع المسلمين لا يصلح إلا بالمال. المال ينفع وقدم التطوع على الزكاة. ثم في الأخير قالوا وأقام الصلاة وآت الزكاة وبعد ذكر الأخلاق. هذا جاء الترتيب كما هو كما تقولوا أنتم وسوسوا إيمان بالله واليوم الآخر إلى آخره. قام الصلاة وآت الزكاة ثم في الأخير شنو؟ كيف؟ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الأخلاق
الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بعد قال أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. هذه مواطن ثلاثة ذكر الله فيها هذه المعاني، التزموا هذه المعاني تفلحوا. إذن هذه وصية لقمان. لا بأس أن أذكر في الأخير بعض وصايا لقمان من غير هذه وصية جامعة، ما تركت خيرا إلا وذكرت يعني أشارت إليه أو ذكرته في بعض الأحيان بالتفاصيل. وصايا لقمان موجودة عند أهل العلم، تجدونها في التفاسير، ذكر ربما منها شيئا القرطبي، ذكر منها ابن العربي في أحكام القرآن، القرطبي في تفسيره، ذكر منها الزمخشري في الكشاف، كذلك أورد منها ابن عطية شيئا، ذكر منها غيره، ذكروا هذه الوصايا. ذكر منها كما قلت لكم الإمام مالك في موطئه، ذكرت أيضا في بعض الكتب العتبية، فهي مبثوثة في كتب التفسير. وذكر منها كثيرا الشيخ الطاهر بن عاشور، وحاول أن يجمعها فجمع منها ما يقارب 70 وصية لقمان. لكن الوصية اللي في القرآن هذه مقطوع بها. والوصايا الأخرى وكان العرب يعرفون لقمان، يعني بعض كبرائهم كانوا يعرفون لقمان، وقد جرى ذلك لشخص مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حاجا أو معتمرا وعلم بأن هذا نبي، قال له هذا الذي معك عندي مثله، قال له هذا الذي عندك عندي مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضه علي، فعرضه عليه فقال له هذا شيء حسن، ولكن الذي عندي كلام الله أحسن منه. لا وصية لقمان. فهذه الوصايا إذا مبثوثة قد تكون ثابتة الإسناد إلى لقمان وقد لا تكون، لكن الوصية التي نقطع بأنها هي وصية لقمان الذي أثنى الله عليه هي هذه التي سمعتم. لا سأقرأ لكم شوية منها يعني لنجعلها ختام هذا المجلس إن شاء الله. مما قاله نبدأ به لأن عنده مناسبة في تربية الأولاد. هو قال هذه الكلام: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. ناخذ منه باللي السماد حتى وقته كان موجود، لكن السماد الذي كان عندهم ليس هو السماد الذي عندنا. احنا عندنا السماد الصناعي، وهم كان عندهم السماد الطبيعي. معناه هو يرى بأن هذا الضرب مفيد، لكن ربما هذا كان يناسب عصره. وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وأبناؤهم 7 وضربوهم عليها وأبناؤهم 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن هذا الضرب ينبغي أن يكون في حدود معينة. وإذا رأى الإنسان أن لا يضرب لا يضرب، ليس واجبا، لكن هو يقول بأن ضرب الوالد لولده بالسماد للزرع. يعني أنا لا أنصح بالضرب دائما، ولا سيما بعد العوام عندنا في يضرب هذا بالضرب أبدا ليس فيه فائدة، لأنهم يبالغون فيه. من حكمه: لا ترسل رسولك جاهلا، فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك. عندنا يقول له أرسل حكيما ولا توصيه. لا ترسل رسولك جاهلا، فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك. ومن ما نقل عنه أيضا: لا تكن حلوا فتبلع، ولا تكن مرا فتلفظ. احنا عندنا لا تكن عصيا، لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن عصيا فتكسر. لعلهم رجعوا في هذا إلى هذه الحكمة المنقولة عن لقمان: لا تكن حلوا فتبلع، ولا تكن مرا فتلفظ. كلمة أخرى عن علاقة الإنسان بغيره: أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة لك به ولا بد لك منه. من إذا صاحبت إنسانا فلا تصاحبه لمجرد مصلحة تعتمد عليه فيها، صاحبه لأنه يستهين أن يصحب، وفي نفس الوقت إذا كان صالحا اعتقد بأنه لا بد لك منه. فلا تصاحبه لمجرد مصلحة، المصلحة تكمل، المصلحة تنتهي، أو انتهت مصلحة تطران، بكرة يهدد في إسبانيا وإيطاليا، مصلحة خلاص كملت، والمصالح نتاع الدنيا قاعد تكمل،
وربي قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم أتخذ فلانا. هذه وصايا. في الموطأ مما يناسب مجلسنا ذكره مالك في كتاب الجامع في الموطأ، يخاطب ولده: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. اللي ينجم يحضر مجالس العلم خير من أن يتفرج عليه، لكن الذي لا يستطيع لا بأس. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. هذا باين. وفي الموطأ ما جاء في الصدق والكذب، ما جاء في الموطأ في الجامع. قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ معنى من الذي أعطاك هذه المنزلة؟ والإنسان إذا مدح له ينبغي أن يفرح بمن يمدحه. اللي كي يمدحوه ينسى حاله، يحسب روحه صحيح، هو ما كان والو. خاطر المدح يكال للناس كأن الناس يكتالون الرمال، فلان فلان. الإنسان إذا مدح بما فيه يحمد ربي يقول يا ربي ثبتني، وإذا مدح بما ليس فيه لا ينبغي له أن يفرح، وكان يصدق. قيل له: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مما نقل عنه أيضا في وصاياه أو في حكمه: دخل على داود، قلنا ربما كان في عهده، قد يكون في عهده، وهو يسرد الدرع. دور معروفة. داود عليه الصلاة والسلام علمه الله الحديد، يسر له الحديد، ألانه له، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات. كان يصنع الدروع التي يقي بها المقاتل نفسه من الحراب ومن السهام وغيره. سبحان الله، داود جمع الله له أكثر من أمر ربما قل أن يجتمع في الناس. يصنع الحديد ألانه الله له، ويقرأ الزبور فتردد معه الجبال والطير، ويصوم يوما ويفطر يوما، ويقاتل فلا يفر. جمع لها ربي أمور تكاد تكون متناقضة. ودخل على داود وهو يسرد الدروع، يخدم يصنعها. وداود كان يصنع الحديد ولا يضيع المادة، معناه المادة الخام ما تضيعش، يحرص على أن لا يضيع منها شيء. وهو يسرد الدروع فأراد أن يسأله عن ماذا يصنع. أنا كي ندخل على واحد ونلقاه في حاجة وما نفهمش كل شيء كدير، لأن عندنا احنا الفضول كثير يضيع الإنسان كلامه ووقتهاش في السؤال عما لا يعني. هو دخل عليه لقاه يصنع في حاجة ما عرفهاش، أنا نصبر عليها نقعد عندها 5 دقائق نسألها 70 سؤال. واش قالوا؟ قال: دخل فأراد أن يسأله عما يصنع فأدركته الحكمة. شنو هي الحكمة؟ فأدركته الحكمة فسكت. فلما أتم داود صنع ما كان يصنع وهو الدرع لمسها وقال: نعم لبوس الحرب، نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا كيف؟ اصبر شوية خلاص فاهم ما المراد من هذا الذي يصنع. قيل إن لقمان كان يفتي قبل مبعث داود، كان يفتي داود موجود، كان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث داود قطع الفتوى. فقيل له فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ جاء إنسان يفتي ويكفيني خلاص. وهذا من تواضعه أيضا، هو كان عنده علم تاع إذا قلنا نبي راه هذا قرينه ومثله، ولكن الظاهر أنه ليس بنبي. من جاء من هو خير منه
انا راني نسد فراغ في مجلس ولا يجي واحد عالم خير مني، خليه هو الذي يعمر خير مما اعمر انا، لانه اعلم مني. قال: الا اكتفي اذا كفيت. واضح كيف؟ ومما نقل عنه أن مولاه أمره بأن يذبح شاة وأن يأتيه بأطيب عضوين أو مضغتين فيها. قال له: يذبح شاة وجئني بأطيب مضغتين. مضغة هي القطعة التي تمضغ كما البضعة. ائتني بأطيب مضغتين فيها. فذبح الشاة وجاءه، هذه حكمة عظيمة، وجاءه بالقلب وباللسان. معناها هذه أطيب مضغة فيه. بعد حين قال له: اذبح شاة أخرى وارمي منها أخبث مضغتين فيها. فذبحها ورمى القلب واللسان. صاحبه تعجب، قال: أطيب مضغتين قلب واللسان وأخبث مضغتين قلب واللسان. قال: لهما أطيب مضغتين إذا طابا وأخبث مضغتين إذا خبثا. هذا حسب صنع الإنسان. معناها القلب واللسان إما أن يكون أطيب مضغتين وإما أن يكون أخبث مضغتين، كما قال الشاعر الآخر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. هذه بعض وصايا لقمان التي ذكرتها لكم بعد الوصية الثابتة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتي ابتدأ بها أبو الوليد الباجي وصيته بعد أن ذكر وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهم ولأولادهم. نفعني الله وإياكم بما سمعنا وجعلني وإياكم ممن يستمعون ويتبعون أحسنه. صل اللهم وبارك وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.